السلام عليكم يا شباب. النهاردة هجيب لكم قصة غريبة حصلت في شبرا، في واحد من أقدم أحيائها. تخيلوا معايا شاب اسمه كريم، كان عايش حياة عادية في بيت قديم وارث عن جده. الشاب ده كان دايما منعزل، بيحب يقعد لوحده، وكان نظره دايما مشدود لأوضة غامضة فوق السطح مقفولة بقالها سنين طويلة. الغريب إن كل سكان العمارة كانوا بيحذروا منها، كانوا بيقولوا إنها مش مظبوطة. بس كريم ما سمعش الكلام. في يوم من الأيام قرر كريم إنه يفتح الأوضة دي ويخليها مكانه الخاص. أول ما فتح الباب شم ريحة غريبة، ريحة تراب وطوب محروق، وسمع همسا خفيف بينادي باسمه. الحكاية ما وقفتش عند كده، بدأت أحداث غريبة تحصل. في الليل كان بيسمع خطوات فوق السطح الفاضي، والمرايات في الأوضة بدأت تتشقق من غير سبب. كان